أما بعد، الإخوة الكرام الأخوات، يشرفني جدا أن أكون في هذا البلد وبينكم، ليس زائرا وليس ضيفا، إنما كابن من أبناء هذا البلد ومن أبناء هذا المجتمع الذي أعتز به وأنتمي إليه. هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في ورشات صحافة. التقيت بالمجموعة، وأنا دعوني أن أقول بصراحة، دعوني أن أعبر عن فخري واعتزازي بهذه المجموعة المثابرة الصامدة التي أرادت أن تصنع شيئا لهذا المجتمع ونجحت بهذا المقدار حتى هذه اللحظة. وعلينا جميعا من المشايخ الأفاضل وأهل هذا المجتمع، وأيضا يتواجد معنا رئيس المجلس الدكتور ياسر حجيرات، اللي أنا أيضا أعتز فيه، وبتمنى لك بهذه المناسبة دكتور النجاح في مهمتك إن شاء الله، لنكون جميعا قلبا واحدا كما أمرنا الإسلام العظيم. وأنا أستمد دائما حديثي من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن العظيم. وأكدت للشباب والصبايا في لقائي معهم شيخ أن أول وسيلة إعلام على وجه الكرة الأرضية هو القرآن الكريم، الذي أنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور حصلت وأمور ستحصل. وإذا أخذنا بهذا النبراس وبهذا النهج وبهذا القرآن العظيم وبهذه السنة النبوية الشريفة، سيكون مجتمعنا بألف خير. وأنا أثني على ما قاله فضيلة الشيخ الذي أعتز به أيضا، أن الدين النصيحة شيخ، ونحن علينا أن ننصح بعضنا، أن نؤازر بعضنا، لا أن نكون مجتمع مفكك، مجتمع متباعد عن بعضه البعض، كلنا أسرة واحدة، كلنا من أجل مصلحة واحدة. هؤلاء الشباب يسعون لنقل صورة جيدة عن مجتمعنا، أنا واثق من ذلك. نحن سنكون إلى جانبكم، وأنا واثق أنكم ستحققون قفزة كبيرة في هذا الباب وفي هذا المجال، لأن اليوم مجال الصحافة وخاصة الصحافة الإلكترونية باتت محطة أنظار الجميع. وكما يؤكد الجميع أن ليس كل الأخبار هي التي تنقل، هناك من يسارع على ما يسمى بالسبق الصحفي السكوب، ولكن هناك أمور تضر بالمجتمع، وهناك أمور تفسد الأخلاق، وهناك أمور تشوه الصورة وخاصة صورة الإسلام. علينا أن نكون حذرين، أن نسلك بالمسلك الجيد الذي يعود بالفائدة والمصلحة على مجتمعنا وعلى أمتنا. وأخيرا فقط أريد أن أذكر بشيء واحد، أننا نعيش في دولة تمارس سياسة التفرقة العنصرية بين أبناء المجتمع الواحد. السلام عليكم. السلام. وتمارس سياسة الضغط علينا. في شفا عمر خرجنا قبل فترة من معركة انتخابية، ما زال غبار هذه المعركة متصاعدا. هناك من وصفنا بالماسونيين، رغم أننا نقف ونتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن العظيم وعن الخلفاء. وهناك من وصفنا بعملاء الشيعة. وهناك وسائل إعلام مغرضة داخل شفا عمر وخارج شفا عمر حاولت أن تلعب بالنار، وحاولت أن تصب الزيت على النار حتى لتؤكد ما هو غير صحيح. إذن الصحافة هي رسالة، وعلى كل فرد منا أن ينتبه لهذه الرسالة، أن تكون رسالة صادقة، رسالة أخوة، رسالة محبة، أن تنتقل من بيت إلى بيت، أن نربي أفراد مجتمعنا، شبابنا الصغار، أولادنا على الفضيلة، على التسامح، على المحبة، رغم كل الشائعات، لأننا ننتمي إلى دين كبير، إلى دين عظيم. إذا ما عدنا إلى القرآن الكريم وإذا ما عدنا إلى السنة النبوية الشريفة، لن تجد قوة على وجه الكرة الأرضية تستطيع أن تنال منا. هذا إذا كنا صادقين مع الله ومع رسوله. هكذا ينبغي أن نكون. على الأقل هذه رسالتي في كل مكان أنقلها، للصغار للكبار، لكل من ألتقي به. أؤكد دائما حرصنا على ديننا، على إسلامنا، على نهجنا، على سنتنا النبوية الشريفة، لكي نأخذ منها نبراسا، ومن هناك ننطلق إلى تحقيق الانتصارات. نحن شعب واحد، فيش فلاحين، فيش بدو زي ما بيحاولوا يشككوا، وفيش هذا مجتمع لحاله وهذا مجتمع آخر. إحنا متداخلين في بعض. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا فرق لأعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إحنا الفرق بيناتنا بتقوى الله. أرجو أن نكون دائما على طريق الخير، على طريق المحبة، لما أراده الله وإلى ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. عندها سنحقق الإنجازات. أنا واثق أنكم تسيرون في طريق صعب وشائك، لكنكم على قدر المسؤولية لتحقيق الإنجازات. نحن معكم، منكم، سنكون سندا
في كل ما تطلبون، ونرجو لكم إن شاء الله النجاح، والسلام عليكم.